السلام عليكم، معاكم محمود الهيتي من جيم مصر. وزي ما احنا مكملين اهوت من نفس الكتاب، وادي اسم الكتاب عشان الناس اللي بتسأل ايه الكتاب وايه اسمه. ماشي. اخر مرة اتكلمنا عن البايسبس بالبار المفروض. النهارده عايز اتكلم عن حاجة مهمة جدا، عن البايسبس بالبار اللي هو الزجزاج او بيسموه اللي هو الايزي. الفكرة كلها وانت بتلعب بيها دراعك بيبقى غير طبيعي، مش غير طبيعي بس في غير موقفه الطبيعي. شايف الدراع اصلا من بعد الكوع المفروض بيبقى مفروض تحت، لما بتمسك البار الزجزاج دراعك بيبقى ايه، طالع لبره. ولو اخدت بالك ان هوت بالساعات بتأثر على كوعك وعلى المفاصل. فبمعنى انت وانت بتتمرن، لو انت ماسك البار الزجزاج من هنا ولقيت نفسك بتطلع كده ودراعك مفتوحه كده وزياده عن اللزوم، بتأثر على كوعك، يبقى بلاش منه خالص. كل واحد طبعا بتختلف على التركيب بتاعك. يعني انت شفنا في الكتاب ناس وهي بتطلع ساعات بتطلع كده اهو، بيبقى دراعها طالع لبره شويه، ده بيأثر ساعات على مفصل الكوع. لو ده بيوجعك او ده بيأثر على المفصل بتاعك، يبقى زي ما احنا اتفقنا ايه، بلاش منه خالص وخليك في البار المفروض. تعالى ايه نخلص بقيه تمرينات البايسبس كلها النهارده. فاضل حاجه واحده بس اخيره، اللي هو البار على الكرسي. عندك 3 طرق منه. في الطريقه ديت مثلا لما بتكون في مكنه معينه عندك في الجيم على نفس الطريقه ديت، او ممكن تلعبه حر بالبار المستقيم، او ممكن تلعبه حر بالبار العادي. بس في ملحوظه هنا هوت، حلو كلام، في ملحوظه هنا هوت لازم نخلي بالنا منها. الكلام ده بيقول ايه بقى؟ وانت بتتمرن طبعا انت هتبقى على الكرسي دوت، سواء زي ما اتفقنا بتلعب بالبار المستقيم او المكنه او الدمبل، على قد ما تقدر تخلي جزء من الترايسبس بتاعك اللي هو الناحيه دي كلها موجوده في الكرسي. ولما بتطلع بتحكم، ولما بتنزل بيقول لك حاول تنزل للاخر خالص. بس انت شايف دراعي عامل ازاي؟ انا مش بفرد الكوع 100%، لا انا بتخليه متني سنه صغيره، بس بطلع وبنزل لغايه الاخر مش النص. انت لو نزلت في النص هنا انت كده مش بتلعب ان العضله تستفيد جزءها الحقيقي. فخلي بالك وانت بتتمرن تنزل لغايه تحت خالص، بس بنفس الطريقه ما تحطش تقل كتير على كوعك وما تفردهوش 100%. بيقول لك التمرين دوت من احسن تمارين البايسبس اصلا. وحاول على قد ما تقدر اول جزء في التمرين، اول مجموعه في التمرين تلعب بس وزن خفيف بحيث تسخنها، حتى لو التمرين دوت في نص تمرينتك، بس عشان الوضع نفسها بتاعك انت بتحط ستريس او بتحط حمل كتير على العضله دي في التمرين ده بالذات. فحاول تجربها، واول دور حاول تلعبه باوزان خفيفه وبعد كده تزود ان شاء الله. يلا، السلام عليكم.